السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلسل النهاردة هو لا حدود. بيبدأ المسلسل بظهور شخص واقف في الشارع طلع خصلة شعر من جيبه، وفجأة ظهرت واحدة بطرحة حمراء قتلته واختفت، وظهرت فجأة قطة سوداء. وتاني يوم راح الحراس جري على المحقق وقالوا له إن في مشكلة في مكتب بايوان، وحد اقتحم المكتب وقطع كل الكتب الموجودة، فسألهم لو في حاجة تانية مسروقة بس ما كانش عندهم إجابة. فراح المكتبة بنفسه وعاين المكان وعرف إن اللي سبب الفوضى دي كلها هي قطة دخلت من الشباك المفتوح. فقال له صاحب المكتبة انه كان بيملح سمك من كام يوم ودخلت قطة واخدت قطمة من كل سمكة، واستمرت على كده يومين، وفي اليوم الثالث شافها وكانت قطة سودة كبيرة، فمسك طوبة وضربها بيها وكسر لها رجلها، وطلعت تجري وهي بتعرج وما كانش مصدق انها ممكن تكون رجعت له تاني علشان تنتقم منه. فقال له المحقق تشان انه هيشوف ان كان لو ليها مالك فهيخليه يعوضه، اما لو ملهاش مالك فخلاص يبقى يستعوض ربنا في الخسارة. وسابه وخرج يدور على القطة لحد ما لقاها، وفضل يجري وراها لحد ما وصل لجسر بيوصل لمكان شهاوليو، وجاله واحد من الحراس وقال له انهم مش هيقدروا يدخلوا لشهاوليو. وجت بنت من الحراس وقالت له ان في جريمة قتل حصلت في قرية لوجيا، والضحية ماتت بنفس طريقة الضحيتين اللي قبله. فمشي تشان على مسرح الجريمة، وهناك عرف ان الضحية هو السيد ليو، ولقوا جثته محروقة زي اللي قبله، واشتبه الحراس في واحد من اللي واقفين وهو السيد ليو تسان. ولما فتشوه لقوا معاه كيس مليان فضة، ووقتها اتهموه ان حد دفع له علشان يقتل الضحية، وفضل يحلف لهم انه دخل لقاه ميت فسرقه بس، وهم قبضوا عليه برضه. وقعد تشان يفكر في القضية دي، تالت حالة تموت بنفس الطريقة في نفس الشهر، وبدأ يدور في الحاجات المشتركة بين الثلاث ضحايا، وكانت الإجابة هي تسويو، ودي ملكة جمال عايشة في مبنى بعيد عن الكل، وكل يوم مسؤولة المبنى تختار واحد بالقرعة علشان بس يشوفوا وشها، وفي المقابل بيدفع 200 عملة، بس اللي بيدفع مش بيبقى عارف انه بيدفع تمن موته لانها بتقتله بعدها على طول، وده اللي شكت فيه دونامو. فراحت لها ولسه هتقبض عليها كانت شان وصل وضيع كل مجهودها لان تسويو انتهزت الفرصة وهربت منهم هما الاثنين. ووقفت شان مع دوانمو واخد باله ان فردة الحلق بتاعتها لقاها في مسرح الجريمة، وكان عايز يقبض عليها، فطلعت ورقة شجر وعملت رياح قوية حواليه، بس لما سمعت الناس بينادوه بتشان عرفته ورجعت له وقالت له انها هتكتشف القاتل، وسابته ومشيت. وراحت لتسوهو ولقيتها هتقتل تاو لان هي اللي بلغت عنها لدانيمو مع انها في نفس عشيرتها، بس رفضت موت البشر فانقذتها دانيمو. تسوهو جالهم وتشان وقال لدانيمو ان الخدعة البصرية بتاعتها مش هتعرف تهرب بيها تاني منه، لكنها اثبتت له انها ساحرة قوية، وبعتت رسالة لونكو بكل خطواتها وكملت طريقها مع تشان، وعرفت منها انها هي كمان مش بشرية، وطلعت من شيليو وطلعت خريطة فيها المكان اللي ممكن تروح تسويو، وراحوا على هناك وفعلا لقوها هناك مع خطيبها، وجم يقبضوا عليها لقوا جمالها راح وظهرت على شكلها الحقيقي، وكان شكلها مرعب جدا، فخاف منها خطيبها وترجى شان انه ينقذه منها ومن صدمتها فيها، ومسكته وقتلته وماتت معاه. واصرت شان انه ياخد دانيمو معاه للقصر علشان تعوض صاحب المكتبة عن الاضرار، واخدها لجيان هوي رئيس المحققين وفي نفس الوقت يبقى اخوه. وكانت دوان محسن انها شافته قبل كده بس هو انكر خالص، وطلب منها تفهمه من هي تسويو، فقالت له انها شبح شرير بتمتص ارواح البشر هي وشعبها، اتسجنوا في السجون التسعة، لكن من 100 سنة قدرت هي وشعبها انهم يكسروا تعويذة السجن ويهربوا منه لعالم البشر. وفي عالم السحر اللي هي منه امرها امير النجوم والدها ومعها ونقو انهم يروحوا لعالم البشر ويقبضوا على كل الشعبيو. وفي اللحظة دي كان امير النجوم بيوصي ونقو على دوينمو، وقال له ان ختم قلبها علشان ما تحبش حد وتنجرح منه، فلو حس ان الختم ضعف او اتكسر يبلغه على طول، وساب له هدايا كتير ليها ومشي. أما دوانمو فبعد ما شرحت الموضوع لجيان هوي كانت هتمشي بعد الحراس ما منعوها، وقال لها تشان إنها لازم تتحاسب عن كل الخسائر اللي حصلت، وقعدت سمعت الاتهامات اللي مقدمها ضدها، وطلع فردة الحلق بتاعتها اللي لقاها في مسرح الجريمة علشان تبقى دليل ضدها، بس هي قلبت الموضوع عليه وقالت له إنه سرق حلقها، ووقفت اشتكته لجيان هوي. ولما تشان طلب منها تبطل خداع وطالب بحبسها لمدة 3 أيام، رفض أخوه وقال إنها ضيفتهم وجاية تساعدهم فلازم يعاملوها كويس، فسابتهم وراحت لأوضة الملفات، ودخلت دورت فيها على اللي مكتوب عن شعب شهواليو. وبعد ما خرجت من الأوضة لقت وانقو جاي لها مع صديقها الفنجان، وبعد ما سلموا عليها دخل قابل جيان هوي، وهو كمان حس إنه كان يعرفه، وقال له إنه كان جاي يتكلم معاها في التعاون بينهم علشان يقدروا يقبضوا على شعبيو. وجوه السجون التسعة كان شعبيو بيتعذب جدا، ووصل خبر موت سويو للزعيم، فعين واحدة تانية متخفية مكانها، وقال لها إن أمير النجوم جيانج اتخلى عن مكانته لبنته
داوينمو وبعتها لعالم البشر، وطلب منها تسيطر على داوينمو وتدور على باقي ولاد جانغبي علشان يوصلوا لمخططات لانجبي ويسيطروا على العالم. وبنرجع تاني لداوينمو تاني يوم، وعرفت من تشان انهم لقوا بنت الضحية الأولى اللي كانت مختفية، ولما راحت شافتها لقت ريحة عشيرة يو خارجة منها بشكل قوي جدا، وسخرت منهم انهم مش شمنها، وقالت لهم ان حاسة الشم عندهم ضعيفة جدا. فحبت شان انه يرد لها طريقتها السخيفة، وقال لها انه فرحان بيها لانها بتشم كويس زي كلب القصر، وطلب منها ما تتدخلش في التحقيق لانها قبل كده رفضت التعاون معهم اصلا. فقالت له انها لسه عند كلمتها ومش هتتعاون معاهم، وعشان كده لازم هم اللي يسيبوا لها القضية دي لانها فوق قدرتهم. بس تشان برضه رفض وطلب منها تلتزم بقواعد القصر، فتحدته وقالت له انها هتسيبه هو يلتزم بالقواعد، وهتشوف اذا كانت القواعد هتوصله لحل القضية ولا لا. وسابته وخرجت، قعدت في الجنينة وفضلت تقص ورق على اشكال اطفال، والورق ده جري على الحراس وفضل يتنطط على ايديهم وكان بيتكلم. وقبل ما حد يوجه لدونامو اي كلمة خافت الورق كله وقالت لهم كلمتها المعتادة، وهي ان مفيش دليل معاهم على حاجة. وراح الحراس اتكلموا مع تشان وقالوا له ان داوينمو هتجننهم بسحرها، وقال له يعني انه لقى فنجان بيتكلم وبيطلب منه يحط فيه شاي، وطبعا خاف منه وطلع يجري. وقطع كلامهم وصول الطبيب تشانغ اللي كان جاي يكشف على شاومي. بس اول ما شاف الطبيب وانقو كان عايز يمشي، لكن تشان طلب منه يدخل يكشف على المريضة. ولما جد داوينمو وانقو يدخلوا معهم لأوضة شاومي منعهم تشان، وبعد ما تشانغ كشف عليها قال انه مش عارف اصلا الحالة والافضل ليهم انهم يستشيروا وانقو. ولما خرج له تشان قالت له دوانمو انها سيدة شيهواليو ومفيش اي حد يقدر يتحرك من غير اذنها، ولو عايزها تسمح لوانقو انه يروح معاها فلازم يترجاها الاول. فاستخدمت تشان ذكاء وقال لها ان كل الاكلات الحلوة اللي بتعملها قرية فينج هتختفي بسبب موت ناسها. فغيرت رايها وتعاطفت معاهم واخدت وانقو ودخلت لشاومي، وقال انها فقدت روحها ومش هتستعيدها الا لو قبضوا على شعب يو. وقالت له دوانمو انها هتبقى مسؤولة عن القضية كلها. ولما تشان رفض قالت له انها مش هتساعدهم ولا هي ولا اي حد من شاوليو، واخدت وانقو ومشيت. ولما جه الليل راحت تاو لجسر شاوليو، بس جذور الشجرة منعتها وقالوا لها ان ممنوع الدخول من غير اذن دوانمو. فاعتذرت عن الغلطة دي وقعدت استنتها. واول ما دوانمو وصلت اترجتها تاو انها تنقذها وتاخدها خدامة عندها لان ملهاش حد تاني. فقالت لها دوانمو انها مش عشرة يو ووجودها معاها هيوقعهم في مشاكل حتى لو قلبها طيب ومش ناوية على شر، وسابها ومشيت. فندهت تاو على وانقو وفكرته انها ساعدته قبل كده لكنه برضه سابها ومشي. وتاني يوم راحت والدة تشان للقصر وقعدت فترت مع تشان وابنها التاني يان، وطلبت منهم يتجوزوا بسرعة. وهي خارجة شمت ريحة بودرة الخوخ من شاومي وقالت لتشان، فراح سأل والدتها وعرف المكان اللي تشاومي اشترت منه البودرة، وراح المحل وطلب من صاحبة المكان توري له سجل البيع، ولقى والدته هناك بتشتري حاجات لعيد ميلادها. فقال لها تاخد كل اللي هي عايزاه على حسابه. ومسكت والدته بودرة الخوخ، ومجرد ما جربتها على وشها وقفت شافتها فحست انها بقت كأنها مسحورة. وطبعا تشان ما شافش كل ده لانه خرج من المحل ووقف مع دانمو. وبعد ما شافها صدفة وقابل كمان بنت اسمها مينج وقف ساعدها لانها مش بتشوف، ولقى ريحتها بودرة الخوخ وكان عندها فضول تعرف هو بيعمل ايه في السوق. فبعتت له ريشة سحرية على شكل طائر، اخدت ريحته وخلتها توصلها للمكان اللي كان فيه، ودخلت وصلت لها الريشة السحرية المحل البودرة، وادت لها صاحبة المحل بودرة الخوخ. واول ما دوان شمتها فضلت تعطس فسابتها وما اشترتهاش. اما تشان فرجع البيت وعرف ان حفلة عيد الميلاد هتبدأ وان والدته لسه ما رجعتش، فخرج يدور عليها وراح لدينج دي وسألها لو كانت شافت والدته جيانج. فقالت له انها ادتها علبة بودرة هدية ومشيت بس ما تعرفش راحت فين. وكانت شان هيقبض عليها وجاله واحد من الحراس وقال له ان السيدة جيانج رجعت. فجرت شان على هناك ولقاها قلب البيت، فسألها بتدور على ايه، فرفضت والدته انها تقول له اي حاجة وطلبت منه يسيبها ويخرج وما يزعجهاش. فنفذت شان كلامها ومنع اخوه كمان من انه يدخل لها. وفي اللحظة دي كانت دوان مقررت انها تدخل لتياو لبيتها وتخليها معاها، وطلبت منها تطبخ لها، وفعلا عملت لها اكل كتير. وجت لها ريشة سحرية برسالة ان في حد من عشيرة يو في قصر فينج، وكانت شان هو كمان جامع اخوه الحراس وقال لهم ان اللي في الأوضة دي مش والدته الحقيقية، وممكن اللي حاصل ده يكون له علاقة بالقضية وعشيرة يو. فقال له يان لازم يطلب من دوانمو انها تساعدهم قبل ما والدته تتعرض للخطر اكتر من كده. وفعلا اخدت شان وراح عند الجسر وطلب انه يقابلها، فوافقت دوانمو انه يدخل لها. والاول مرة مشيت شان على الجسر وهو في نصه اتقسم الجسر لنصين وخرج من المية وحش عملاق هاجمه، وفضلت شان يهرب من هجماته لحد ما وصل لبيت دوانمو. وكانت كل حاجة في المكان سحرية من اول النباتات للكرسي اللي كانت قاعدة عليه، وطلب منها تساعده علشان تنقذ حياة الناس
الناس، فقالت له إن عندها 3 شروط. أولهم إن أي حد من عشيرة يو هيبقى من مسؤوليتها هي والبشر من مسؤوليته هو، والشرط التاني إن لو عنده أي طلب يجي لها بيتها ويشرب الشاي معاها، والشرط التالت لسه هتفكر فيه. فقال لها تشان إنه موافق على كل الشروط حتى من غير تفكير، والأهم من أي حاجة دلوقتي هو إنقاذ حياة الناس. فاختفت تحت الأرض ومشيت في طريق وصلها لأوضة والدته، وراحت شان وراها ولقاها بتستخدم السحر على والدته، وخرجت منها روح شريرة وادت ليليان علاج يديهولها علشان تفوق وتخف. وخرجت تدور على الروح الشريرة، فراح معاها تشان وقالت له إن الروح الشريرة دي كانت محبوسة في مراية، ولما والدته بصت في المراية خرجت الروح ودخلت جواها. وبدأت شان يستجمع الأحداث لحد ما توقع إن ده حصل في محل البودرة، وأخد دوانمو وراحوا فتشوا المكان، وبعد شوية لقوا الروح ودخلت جوا جسم دوانمو، ووقفت قتلت تشان. بس بعدها خرجت الروح منها وحبستها جوا المراية وكسرتها علشان ما تعرفش تخرج منها تاني. وسألتها عارف ازاي يميز بينها وبين الروح الشريرة، فقال لها انها مش بتقدر تشم ريحة الخوخ، فأخدها وراح لوالدته والباقيين. وحاول وانقو انه يستخدم تعويذة تحفظ أجسامهم بشكل مؤقت، لكن أرواحهم محدش هيعرف يسترجعها، وفي النهاية هتضعف أجسامهم ويموتوا لأن الروح استخبت منهم في المراية ومش عارفينها تخرج تاني امتى. فقال لها تشان يبقى ممكن هم اللي هيدخلوها، وطبعا دي كانت حاجة خطر جدا لأن أقل حاجة ممكن الروح الشريرة تسيطر على روحه هو كمان. ومع ذلك هو صمم وقال لها إن إنقاذ الناس أهم، واتفقت معاه إنها هتروح معاه. وكان وانقو عايز يروح معاها بس هي رفضت وقالت له إن تشان رايح معاها، وأخدته وراحت على بيتها. وهناك قابل تاو ووقف سلم عليها، وكانت محرجة منه لأنها من عشيرة يو، فقال لها إنه عارف إن قلبها طيب ومش شريرة وهتساعدهم. ووقفوا كلهم قدام المراية ونبهت دوانمو على تشان من إنه يغرق في العالم ده وخلته يفقد وعيه. وأخدت من وانقو تعويذة بتشتت انتباه روح المراية، وسحبت روح تشان ودخلت بيها المراية. وأول ما دخلوا شاف والده ووالدته وهم بيتغدوا معاه وهو لسه طفل. وفي اللحظة دي وصل أمير النجوم، وكان متضايق من وانقو لأنه ما راحش مع دوانمو وسابها مع راجل غريب، وطلب منه يراقبها كويس جدا. وكانت شان لسه بيتفرج على عيلته من بعيد، وقال لدوانمو إنه اليوم ده فقد فيه والده ووالدته، وكان عايز يدخل لهم. فحذرت دوانمو بأن المراية عملت له الحلم ده مخصوص علشان يفضل محبوس فيه، وإنهم لازم يبعدوا عنه. وفعلا سابوا المكان ده ومشيوا، فقابلوا تشاومي والولد الصغير وكمان السيدة جانج. وكانت أمه بالتبني، والمرة دي دوانمو هي اللي اندمجت معاها وأخدت منها دبوس شعرها، وحاولت شان إنه ينبهها وأخدها ومشي. وهم في الطريق فضلت تعطس، وكانت شان فاكرها بردانة لكنها عرفت إنه روح المراية قريب منه. والغريب إنه ما هاجمهوش لكن سرق منها مشبك شعرها وهرب، وكلمها بصراحة بإن كل الناس الموجودين في الوهم ده مش عايزين يمشوا منه لأنهم عايشين في حلم جميل وعندهم كل حاجة بيحلموا بيها. وفعلا قال الناس نفس الكلام، وقالوا إنهم مش عايزين يخرجوا من المراية وهجموا على دوانمو. وتشان وقفت دوانمو وتبعدهم كلهم عنهم، ومسكت شان الولد الصغير وطمنه وقال له إنه مش هيتخلى عنه، فطعنه الولد بسكينته وقال له إنه مش عايز يرجع تاني للحياة العادية اللي كان مشلول فيها، وعشان يروح لأي مكان كان لازم يتحرك بالكرسي المتحرك بتاعه. ولما وانقو شاف إصابة تشان في الحقيقة مده بالقوة وحاول يعالجه. أما تشان فتحرك ومسك إيد دوانمو وتوسل إليها إنها ما تأذيش الناس، ولسه بيكمل كلامه كان هيقع وشافته وهو مصاب فأخدته وبعدت بيه. وكان يان مستغرب الدم اللي خارج من بطن تشان، فقال له وانقو إنه أكيد اتصاب في الحلم، وأي حاجة بتحصل في الحلم بتتحقق في العالم الحقيقي. فطلب يان منه انه يدخله، فقال له وانقو انه لو دخل هيبقى خطر على نفسه وعلى تشان ودوانمو، وطمنه انه دوانمو اكيد هتتصرف. وفعلا اخدته على مكان وعالجته فيه في ثواني. وراحوا على قصر فينج ولقوا السيدة جيانج وحاولوا يقنعوها تتخلى عن الوهم، بس روح المراية كانت جواها ومسيطرة عليها وهجمتهم. ولما دوانمو هجمتها خرجت منها الروح وهربت لمكان تاني، فخرجت دوانمو وراه وكانت عايزة تعرف السر اللي مخلي الروح عايز دبوس شعر السيد فيانج. فقال لها تشان ان الدبوس ده كان مهرها ومش بتقلعه ابدا. واستخدمت دوانمو تعويذة المية وخلت الدنيا تمطر على الكل، فافتكروا حياتهم القديمة وبقوا عايزين يرجعوا لها. ووقفت تشان مع دوانمو مستخبيين من المطرة، فشافوا دينج دي ماشية مع واحد، ولما مشيوا وراهم عرفوا ان زوجها وانه تبع يو. فاقتحمت دوانمو المكان عليهم وعرفت ان دينج دي عبارة عن وهم، فهددت جوزها انها هتخفيها لو ما عرفتش بكل حاجة. فخاف عليها وقال لها ان عشيرة يو بيدوروا على مخطط بينجلاي وانه بيساعدهم علشان
يحولوه لبشر ويقدر يعيش مع دينج دي ومفيش حد هيمنعه، وصرخ بقوة خلى المكان يتدمر بيهم. فبعت الديوان مرسالة لوانقو أن يجيب دينج دي بسرعة لأن روح المراية هتدمر المكان بيهم. وفعلا بعت وانقو يجيبها وضاف من روحه للمراية علشان ما تدمرش، وحذرته تاو إن المراية لو جرى لها حاجة فهيموت، لكنه قال لها إن دي حاجة مش مهمة دلوقتي، وقال ليان إنه لازم يحافظ على نار الحياة الموجودة. وأخد تاو وخرج وحبسه جوه حاجز قوي، وقال لها إنها منعته قبل كده فماتت دوانمو من آلاف السنين، وإنه مش هيكرر الغلطة دي تاني، وإنه مش بيثق في أي حد غير دوانمو، وبس وسابها ومشي. أما دوانمو فوصلت لروح المراية وقفت قتلته مع تشان، وكان نار الحياة بدأ يطفي، فكسرت تاو الحاجز اللي كانت محبوسة فيه وضافت من روحها في نار الحياة. وكان وانقو وصل مع دينج دي ودخلها جوه المراية علشان تقنع زوجها إنه ما يأذيش حد. وبعت كمان رسالة لدوانمو قال لها إن روح المراية اتدربت شان سنة وفاضل له سنة واحدة ويتحول لبشري. فقالت دوانمو المعلومة دي لروح المراية وقالت له إنه يقدر يبقى مع دينج دي بعد سنة واحدة، بس من غير ما يعمل جرايم تخلي دينج دي تحتقره. فهدى روح المراية واقتنع بكلامها وطلب منها تسامحه على الأذى اللي سببه للبشر. وكانت مصفوفة الرجوع خلاص بتنهار، ومع ذلك سابوا دينج دي واقفة شوية مع روح المراية، وافتكر كل حاجة من أول مرة شافوا بعض فيها، وقال لها إنه ما كانش عايز حاجة في الدنيا غير إنه يبقى جنبها وبس. فقالت له إنها مش عايزة حد غيره، وترجته إنها تفضل معاه في عالم الوهم، لكنه كان خايف عليها وطلب منها ترجع وتعيش حياة سعيدة، واستخدم قوته عليها وبعتها للعالم البشر وهي بتصرخ لأنها مش عايزة تسيبه. وهو كمان ما كانش عارف يمسك دموعه، وادى لدوانمو دبوس السيدة جيانج وطلب منها توعده إن تخليها تشوف الدنيا بعينيها. وكانت المصفوفة خلاص بتنهار، فخرجت دوانمو وطمنت الكل بأن تشان جاي وراها، وادت الدبوس لوانقو. وأول ما حط قوته فيه لقاه اتحول لجزء من مخطط بنجلاي، وما كانتش دوانمو فاهمة ايه أهمية المخطط ده بالنسبة لعشيرة يو، وأخدته شالته معاها. ولاحظت إن تاو متغيرة، ولما سألتها عن السبب قالت لها تاو إنها بس تعبانة شوية، فطلبت منها دوانمو إنها ترتاح. وفوقت دينج دي وخلتها ترجع تشوف من تاني، بس بدل ما دينج دي تفرح انهارت من العياط، وقالت لها إنها مش عايزة تشوفه، كل اللي عايزاه هو إنها تفضل مع روح المراية وبس. فهدتها دوانمو وقالت لها إن روح المراية شايفها وهيزعل لو لقاها زعلانة. فمسكت دينج دي المراية حضنتها وفضلت تعيط، وبصت دوانمو على تشان واستنت رجوعه. أما وانقو فما كانش مرتاح لتاو خالص، وهي فضلت تترجاه إنه يسامحها لأنها خرجت من الحاجز، وترجته ما يطردهاش لأن ملهاش حد، وقالت له إن لو طردها هتموت نفسها. وفضلت تعيط، فادالها علاج وجزء من قوته علشان تخف بسرعة. وبدأت ضحايا روح المراية تخرج وترجع تاني للحياة واحد ورا التاني. وأول ما السيدة جيانج فاقت وقالت لليان إنها لازم تجوزه وتفرح بيه، وكل الأهالي شكروا دوانمو. وجا واحد من الحراس نبههم إن جسم تشان بدأ يتعفن، وعرفوا إنه ضل طريقه في المراية، وعلشان كده ما خرجش كل ده. وكان فعلا راح قاعد مع والدته الحقيقية، وفجأة سمع صوت يان وهو بيطلب منه يرجع بسرعة، وفضل يترجى دوانمو ووانقو إنهم يعملوا أي حاجة علشان ينقذوه. فقربت دوانمو منه وقالت له إنها عارفة إنه سمعها، وشرطها التالت هو إنه يرجع حالا. ولقت شان في الحلم كل حاجة بتختفي في الحلم، وعرفت دوانمو إنه خلاص بيفوق. فقالت لليان إنه لو خلى حكومة فينج تحت تصرف تشيهو هتنقذ أخوه، لسه بيقول لها إن القرار مش في إيده. قال له وانقو إنها بتهزر معاه وتشان خلاص بيفوق. وفعلا مفيش ثواني وكانت شان فاق، فحضنوا يان وطلب من دوانمو إنها تخلي تشان معاها في تشيولياو لحد ما يسترد فيها صحته. فوافقت دوانمو وسابتهم ومشيت. وكان أمير النجوم في الوقت ده عامل اجتماع مع كبار السحرة، وقال لهم إنهم بيمروا بوقت صعب جدا مع عشيرة يو في عالم البشر. ولسه بيكمل كلامه جاله الغزال وقال له إن حصلت هزة خفيفة في صندوق عواطف دوانمو، بس قام الأمير وتأكد بنفسه لقى كل حاجة تمام. وكانت شال لسه في تشيولياو، ودخل وانقو واداله العلاج بنفسه، واتجمعوا بعد كده كلهم على ترابيزة الأكل. وصممت دوانمو إنها تخلي تاو تقعد تاكل معاهم. وفجأة دخل الفنجان السحري وهو بيصرخ لأن في نار في الجنينة، فخرجوا كلهم وجرت شان ملا مية علشان يطفي الحريقة، لكن وانقو استخدم تعويذة المطرة وطفى النار وطلع شمسية ووقفوا تحتها. وقال لهم تشان إنه هيمشي تاني يوم، وادالها فردة الحلق بتاعتها اللي معاه. وكان زعيم عشيرة يو لسه في السجون التسعة، وقال إن كل ده بسبب دوانمو اللي مبوظ عليهم مخططاتهم كل شوية. وطلب من المبعوثة اللي خلاها مكانة سويو إنها تاخد منها جزء المخطوطة وتقتلها. وكانت دوانمو في بيتها ولقيت تاو جاي لها وبتطلب منها تديلها هدومها علشان تغسلها، فرفضت دوانمو لما تاو أصرت وقربت منها علشان تقلعها الشنطة اللي فيها المخطط. خرجت قوة منه ورمتها بعيد،
وفضلت تتأسف لدوانمو وتقول له انها ما كانتش تقصد حاجة، فطمنتها دوانمو بانها تعرف ان نيتها طيبة، وادت لها الهدوم تغسلها، وخرجت لقيت تشان بيتدرب، فوقفت تتدرب معاه ولقت معاه سيف نادر وقوي. قال لها ان السيد جيانج اداهوله هدية ولسه بيشكرها على حسن الضيافة علشان يمشي. لقى الحراس بيقولوا له انهم لقوا شخص في البحيرة مليان بثور وشكلها غريب، فراح معاهم وهي كمان ما سابتهمش. ولما شافت شكل البثور قالت لهم ان اللي عمل كده هم افراد عشيرة يو، وطلعت مادة من معاها وعالجته بيها. وبدأت الحالات تزيد، ووقفت شان يفكر مع دانمو عن سبب المرض لحد ما افتكر انه لقى قطع فاكهة على جسم اول مريض. فاخد دوانمو وراح يدور عند البحيرة، ولقوا عرض مسرحية شغال، وواحدة من اللي قاعدين اكلت نفس الفاكهة وحست ان في حاجة بتحركها وقامت. ولما لمحتها دوانمو حست ان فيها حاجة غلط، ولسه بتنادي عليها ظهر شبح من عشيرة يو، وظهرت البثور هي كمان على وشها وجرى عليها زوجها. وتشان ودوانمو واخدوها معهم على قصر فينج، وقال لها زوجها انها كانت بتاكل فاكهه غريبه عليهم ظهرت فجاه عند البحيره، اشترتها من واحد هناك بسعر قليل، وقال لها البياع ان طعمها حلو قوي. فاتحركت دوانمو هي وتشان على هناك، وفعلا لقيت واحد شكله غريب بيبيع الفاكهه دي للناس هناك، واللي مش معاه فلوس كمان بيديها له ببلاش. ولسه بتنادي على تشان علشان يمسكوه، كان الشخص ده هرب، فحذرت الناس اللي كان معاهم الفاكهه بانها سامه، واخدتها منهم، ولاحظت ان الفاكهه بتجذب اي حد ليها علشان ياكلها، لدرجه ان هي نفسها كانت هتاكلها. وفي اللحظه دي بنشوف البياع رجع للبيت، ولقى مراته هتهرب الولد اللي كان خطفه علشان يشربوا دمه ويتغذوا عليه ويزودوا قوتهم، وهي ما كانتش تعرف كل ده انه بيعمل كده على طول، وكانت فاكره ان الدم اللي بيشربه ده دم حيوانات. ولما قال لها انه كان دم اطفال زعلت جدا، وقالت له ان البشر دي ارواح وبتتعذب ومش لازم يتعاملوا معاها كده ابدا، وقالت له ان بكره يبقى عندهم اطفال هم كمان فلازم يحسوا بغيرهم. وبنرجع تاني لتشيو، وكانت تاو معديه ولسه هتلمس واحده من المرضى، منعها وانقو، فقالت له ان اللي عملته زمان معاه ما كانتش تقصد بيه غير انها تنقذه، وسالته ان كانت دوانمو عارفه اللي حصل زمان بسببها، فقال لها ان دوانمو مش فاكره اي حاجه من ماضيها خالص. ففرحت وقالت له انها بتتمنى لها السعاده مع تشان، فسكت وانقو. وكانت دوانمو ماشيه مع تشان، وكالعاده لفت نظرها لعب الاطفال، فطلبت منه يشتري لها ان مش معاها فلوس، والبياع فاكرهم متجوزين وقال له بلاش يزعلها. فاتحرجوا هما الاتنين وراحوا قعدوا على الساحل، وهم قاعدين لمحت دوانمو بياع الفاكهه المسممه وهو في قارب مع ناس، فقالت لتشان عليه. وفي الوقت ده كان زعيم عشيره يو بيتاكد ان كل حاجه تمام، وطمنته المبعوثه ان جزء المخطوطه قرب يقع في ايديها، فقال لها ان الخطه المره دي لازم تنجح والا موقفهم هيبقى صعب، وانها لازم تقتل دوانمو، وفعل سيطرته عليها، وقال لها انها لو ما نفذتش فهيقتلها. وكانت دوانمو وتشان لسه ماشيين ورا بياع الفاكهه، ولقوه اختفى، وفضلوا متتبعين اثاره لحد ما وصلوا لمكان مهجور ما فيهوش حد خالص، فظهر لهم ووقف يقتلهم، وقال انه بيخطف الاطفال وبيشرب دمها، وهيعذب البشر كلهم زي ما عذبوهم في السجون التسعه، ورمى عليهم سحر وقعهم في الوهم، وكان لسه هيقتلهم وجت تاو وانقو ووقفوا قدامه، فخافوا وهربوا وهم ما اهتموش، لان كان كل ده وهم انهم ينقذوا دوانمو، ورجعوا بيها على تشاوليو. ولما فاقت اخدت وانقو وراحت اطمنت على تاو، وسالتها عن الشخص اللي قتلهم وازاي ممكن يهزموه، فقالت لهم انه قوي جدا وتربى على كراهيه البشر وهزيمته مش بالسهل ابدا. ومسكت ايد دوانمو وفضلت تترجاها ما تتخلاش عنها، وكانت هتنهار، فاستخدم وانقو قوته وخلاها تفقد وعيها، وطلبت منه دوانمو انه يتعامل معاها بشكل افضل من كده لانها كويسه وما شافوش منها اي حاجه وحشه. وبنشوف زيان زوجة بياع الفاكهه السامه وهي ماسكه بطنها لانها حامل، واول ما رجع لها قال لها انه لازم يجيب لها دم عشان الطفل يتغذى. وهم بيتكلموا جت المبعوثه وكانت جايبه له واحده علشان يشربوا دمها، دم ابنها اللي هتولده، وقالت له انها عايزاه في مهمه جديده وهي قتل دوانمو، فقال لها انه مستعد يعمل اي حاجه مقابل ان مراته وابنه يبقوا في امان. وما كانتش دوانمو تتوقع المؤامرات اللي بتحصل عليها، وصحيت تاني يوم من بدري راحت لتشان وراحوا يطمنوا على المريضه الاخيره، فلقوها اختفت، وده لان المبعوثه خطفتها وقدمتها هديه لبياع الفاكهه، فخرجوا يدوروا عليها وراحوا لنفس المكان اللي جابوا فيه بياع الفاكهه على امل انهم يلاقوه. وفجاه ظهرت حاجه سحبتها لعالم تاني من ماضيها، وهي الحرب اللي ماتت فيها، وشافت نفسها وهي بتحارب، وكانت شان هيتجنن ويلاقيها. ووانقو هو كمان لما لقاها مش على سريرها فضل يدور عليها، واستخدم الريش السحري علشان يوصل لمكانها، وفعلا وصل للمكان اللي كانت واقفه فيه مع تشان. اما هي فعرفت تخرج من الوهم، وراح لها بياع الفاكهه، وراحت وراه زيان وترجته ما يعملش كده، لكنه قال لها انه مضطر يعمل كده علشان يحميها هي وابنهم. وحبت دوانمو تستغل انهم مش مركزين معاها وتستخدم قوتها، لكن لقت كل قوتها اختفت بسبب المكان اللي هم فيه. بس تشان جالها وقف يقاتل بياع
بياع الفاكهة وأخدته دوانمو على القارب وهربت. أما وانقو فأخد تاو لمكان التشكيل اللي اختفت فيه ودانمو علشان تساعده، ولقى هناك بياع الفاكهة وقف يقتله، فمسك بياع الفاكهة تاو ورفع عليها السلاح علشان يهدد وانقو. ولما وانقو قال له انه مش مهتم لانها اصلا من عشيرة يو، سابها بياع الفاكهة وهرب. وكانت تاو فقدت وعيها فشلها وانقو ورجعها للبيت، ولما لقاها تعبانة بدأ يتعاطف معاها، فقالت له انها مش بتعمل غير الصح ومش بتحب تخذل ناس وثقوا فيها وحبوها. فتأثر وانقو بيها اكتر وراح لأوضتها ولقى الفنجان صديق دوانمو عمال يعيط عليها، فطمنه وطلع مصفوفة فضل يقراها لحد ما لقى مدخل المكان اللي دوانمو محبوسة فيه، وهو السلاح اللي كان مع بياع الفاكهة بيقتلوا بيه ووقع منه. وعرف كمان ان الدم والعظم ضروري علشان التشكيل يتم، فمسك السكينة وجرح نفسه وقطع جزء من عظم ايده وحط عليهم الدم، وقال انه لازم يوصل لدوانمو بأي تمن. ومن التعب نام، وبعد شوية دخلت تاو صحته ولقى التشكيل اكتمل، فمسك المفتاح واخده وجري. اما دوانمو وتشان فوصلوا للمكان اللي فيه بياع الفاكهة، ولقت هناك الست اللي ادتها له المبعوثة هدية ولسه بتحررها، فكان بياع الفاكهة وصل وقتلها لحد ما طعنها بسهم، فجري عليه تشان وقطع له ايده وشال السهم من كتف دوانمو، كانت تعبانه قوي. وجري بياع الفاكهه لمكان زوجته وكانت اصابته كبيره، فطلب منها تروح للمبعوثه وتفكرها بوعدها ليهم، ولما ابنهم يكبر تقول له ان والده كان نفسه يكبره بنفسه. وبص لقى وانقو جاله وشاف السهم اللي في ايده واستنتج انه دم دوانمو، فقتله وراح يدور عليها. وكانت شان هو كمان معاها وبدأ يمص السم من جرحها علشان ينقذها، بس للاسف ما كانتش بتتحسن، وحتى بدأت تختفي وفقدت وعيها، وكان خايف عليها جدا. بس بعدها فاقت وتحسنت بالبطء، فشلها تشان ومشي بيها علشان يخرجوا من التشكيل اللي محبوسين فيه ده. وكان والدها ما يعرفش اي حاجة، لكنه واقف قدام الصندوق اللي خاتم فيه مشاعرها ولقاه عمال يتهز، وعرف انها كده اعجبت بحد، فاستخدم كل قوته وزود قوة الختم، وحاول كمان انه ينسيها كل الذكريات الكويسة، وده خلاها تصرخ من ألم قلبها وتفقد وعيها. وفي اللحظة دي وصلهم وانقو وسحبها ليه، واتهمت شان انه مش قد الثقة لانه ما حماهاش كويس، وهي كانت بتحلم بالحرب تاني. وفجأة فاقت ولقت تشان مجروح، وحس وانقو بالغيرة منه، فطلب منها انهم يرجعوا للبيت بسرعة قبل ما يتعرضوا لأي خطر تاني. وقبل ما يمشوا شافوا شبح زوجة بياع الفاكهة، وده بعد ما ولدت وبقى معاها ولد وبنت وكبروا كمان، وكل ده في ثواني. وراحوا على المدينة وكانوا محتاجين لكميات دم كتيرة علشان يكبروا أكتر ويقووا، فقالت دوانمو انهم لازم يسيطروا عليهم قبل ما يأذوا الناس ويطاروا على مكانهم. واتفاجئوا بسن الولاد اللي كانوا في سن المراهقة، وطلبت دوانمو من والدتهم انها تسلمهم ليها، بس طبعا والدتهم رفضت وكانت هتقتلها. فطلع وانقو سيفه وطعنها، بس للأسف هرب الولاد منه بسرعة وراحوا على مدينة فينج، قتلوا منهم ناس كتير. فجت والدتهم واخدتهم ومشيت بيهم، وكانت دوانمو والباقيين هم كمان وصلوا المدينة، ووقف وانقو وتاو يساعدوا المصابين ويخرجوا السم منهم بقوتهم. أما دوانمو وتشان فراحوا للولدين واستخدموا سلاحهم وكتفوهم في شبكة، وقالت دوانمو لوالدتهم إن طالما ولادها داقوا الدم البشري فمش هيتراجعوا، وطلعت نار سحرية من معاها رمتها عليهم، فجريت والدتهم حضنتهم، والنار جت عليهم هم التلاتة وهم بيعيطوا من الخوف. بس بعد ثانية طفت النار من غير ما تأذيهم، بالعكس طهرت روحهم من الشر اللي جواهم، وبقى أرواحهم طيبة. وأخدتهم والدتهم ومشيت، واتأثرت دوانمو من الموقف ووقفت تعيط، وبعد ما هديت رجعت للمدينة مع تشان، وكانوا فرحانين ان الناس رجعت تاني للأمان حتى لو بشكل مؤقت. وكان في احتفال ألعاب نارية وقفوا يتفرجوا عليها وهم مبسوطين، وجاب لها تشان مصباح ألماني وطلب منها تتمنى أمنية ووصلها لجسر تشيهو، وهي كمان ادت له علبة فيها هدية وطلبت منه فتحها لما يبقى لوحده. ورجعت للبيت وفضلت تفتكر كل اللحظات السعيدة اللي حصلت بينهم لحد ما نامت. فراحت لها تاو أوضتها ولقت الشنطة اللي فيها جزء المخطط اللي هي عايزاه، وأخدته وهي بتعتذر لدوانمو ومشيت. ولما دوانمو صحيت ما حسيتش بحاجة، وبعتت ريشة سحرية لتشان وكلمته من خلالها، وفضلوا على الحال ده مدة، وطلعت هي هديتها ليه. وتاني يوم كانت متحمسة أوي إنها تبقى شيك وجميلة، حتى طلبت من تاو تختار لها فستان يكون شكله حلو، ولبست هي وأخدت شنطتها من غير ما تبص فيها وخرجت. أما زعيم عشيرة يو فجمع كل المساجين وقال لهم إنهم أكيد زهقوا من الضلمة والعذاب اللي عايشين فيه ليل ونهار، ولو عايزين يخرجوا يبقى لازم يتبعوا تعليماته، وهم هيتحرروا قريب. وتعليماته كانت الموت لدوانمو، وكانت دوانمو كالعادة مش بتفكر بالعدائية دي، وراحت قابلت تشان وهي كلها طاقة وحب.
وكان والدها في تشيهو متضايق من طاقة الحب اللي هي فيها دي، وابنه الصغير تشين كان معاه، وأمر أمير النجوم الفنجان إنه لازم يقول له الحقيقة، ويسأله دوانمو بتقضي وقتها مع مين، فقال له الفنجان إنها مع تشان على طول، وهي فعلا كانت معاه في المدينة، وأخدها على مطعم بيقدم فطاير، ولسه هتاكل لقت والدها واقف قدامها فجريت سلمت عليه، وهو فضل يسألها 100 سؤال عن تشان، وما كانش عارف يقول لها ازاي إنه متضايق من تشان لأنه مجرد بشري عمره محدود، وفضل يوصيها إنها تعمل المهمة المطلوبة منها وبس من غير ما توقع نفسها في مشاكل تانية، فسابته ورجعت لتشان، وهو وقف مع أخوها الصغير يبص عليهم من بعيد. وبعد ما دوانمو وتشان خلصوا أكل قاموا يتمشوا، فظهرت مجموعة بنات كبيرة هجمت على تشان، ودول كانوا من المعجبين بيه، فحست دوانمو إنها غيرانة ووقفت بعيد، بس تشان بعد البنات كلها ومسك دوانمو من إيديها وطلع يجري، ولقى الحراسة في وشه، وكانوا مستغربين إنه مع دوانمو، ولمحوا ولد صغير من بعيد بيراقبهم، فراحوا مسكوه وقالوا عليه إنه حرامي، لكنه كانت تشين أخو دوانمو، ومع ذلك طلبت دوانمو من تشان إنه يسجنه علشان يتعلم احترام القواعد، ولما تشان رفض لأن الموضوع مش مستاهل ده، غير ان تشين لسه صغير، زعلت وسابته ومشيت، ووقف تشين يستخدم سحره على الحراس وبدأ يضايقهم لحد ما جات له دوانمو واخدت منه كل الخيوط السحرية اللي معاه، وطلبت منه يرجع على تشوليو، وجالها تشان اخدها وكملوا تمشية في المكان، وعرفت ان تشين حاطط خيط سحري لتشان ومخبيه في هدومه، فوقفت فتشته في نص الشارع وطلعته اديتهوله، وقالت له انه محظوظ لان معاه خبيرة في السحر. وفي الوقت ده كان والد دوانمو رجع لقصره وقعد يفكر ازاي يبعد دوانمو عن تشان، وحكى للحكيم انه راح لمدينة فينج وحاول هو وتشين بس ما نجحش، فقال له الحكيم فكرة تساعده، وكتب اسم تشان في كتاب الزواج مع بنت تانية، واول ما امير النجوم مشي من عنده راح الحكيم لمتحف المحبين، وده مكان لاي حد بيدور عن حب بيروح هناك ويدعي انه يلاقي حب قريب. لقى الحكيم بنت اسمها جينشو، ربطها بحبل سحري وقبل هديتها، ومشيت بعربيتها، وفي الطريق طلع عليها واحد حرامي، فجالها تشان مسكه ضربه، فحرك المجرم العربية وكانت هتقع بجينشو والدتها، لكن تشان وتصرف بسرعة ووقف العربية، فادت له جينشو هدية يحتفظ بيها، وحست انها معجبة بيه، وقبل ما تمشي لاحظت ان ميداليته وقعت منه فاخدتها ليها، واخيرا رجعت شان مع دوانمو لقصر فينج ولاحظ ان ميداليته مش معاه، فافتكر انها وقعت منه وهو بيضرب الحرامي، فتجاهل الموضوع ودخل سلم على والدته، فلقاها محضرة له صور بنات كتير جدا علشان يختار منهم واحدة ويخطبها، واتضايقت دوانمو من الفكرة وفضلت تطلع عيوب كتير في كل واحدة لحد ما جت صورة جينشو، وحبت شان انه يغيظها، فقال لوالدته على الصورة انها جميلة، وفعلا اتضايقت دوانمو وسابتهم وخرجت من القصر ورجعت لتشيوا، وقعدت مع تاو وسألتها ازاي تخلي شاب يعجب بيها، فجالهم وانقو قطع كلامهم وطلب من دوانمو ما تنساش حقيقتها وحقيقة المهمة اللي جاية ليها، ففكرت دوانمو في الكلام وسابته وراحت على متحف المحبين، وفضلت تنادي على الحكيم لحد ما خرج لها وطلبت منه توري له كتاب المحبين اللي هيتجوزوا قريب، فاضطر انه يديلها الكتاب، ولقت مكتوب فيه ان تشان هيتجوز جينشو، فاتصدمت، وقبل ما تعمل اي تصرف جنوني اخذ الحكيم الكتاب واختفى، وهي كانت متعصبة جدا، فراحت لأوضة تشان وشافت الخيط السحري في ايده، والخيوط دي محدش بيشوفها الا لو كان حد من العالم السحري، واستخدمت تقنية الاختفاء علشان تشان ما يعرفش انها موجودة، بس خرزة من شنطتها وقعت، لما تشان شافها عرف انها كانت موجودة، وتاني يوم واجهها بالكلام ده فاتحرجت جدا ومشيت. وقف وانقو حزين ومتضايق، فرحت له تاو هونت عليه وطلبت منه يفتح قلبه للكل علشان ما يبقاش وحيد، اما دوانمو فخرجت تراقب تشان من غير ما يشوفها، بس لما ما قدرتش تقاوم الاكل واكلت منه عارف انها موجوده، وقام مشي ولسه بيبص عليها لقى جينشو جات له، ووقفت تتكلم معاه وقالت له انها جايبه له هديه، وادت له منديل هي اللي مطرزه بنفسها، بس هو رفض انه ياخده وقال لها انه مش محتاجه وسابها ومشيت جينشو هي كمان، وكانت دوانمو عندها فضول تعرف مين جينشو وبتعمل ايه، راحت وراها وعرفت ان عنده مصنع تطريز، وفي الوقت ده كانت المبعوثه واقفه مع الزعيم وورت له جزء المخطوطه اللي اخدته من دوانمو، وقالت له ان دوانمو مهتمه بجينشو، فطلب منها الزعيم انها تستغل اي حاجه قدامها، المهم انها تقضي على دوانمو باي شكل، وكانت دوانمو في بيتها وهي بتتحرك وقعت الفنجان صديقها في الارض وبقى مش عارف يقف، فاخدته الوانقو وصلحه، وبعدها خرجت للسوق وراحت قابلت تشان، وكانت هتعطس فطلع لها تشان المنديل اللي كانت جينشو اديته له قبل كده، وبمجرد ما دان شمته حست
حست إن في حاجة غلط، وطلبت من تشان إنهم يروحوا لها، وفعلا راحوا على هناك. وفضلت دوانمو تفتش المكان وتشم الأقمشة لحد ما حست إن في حد من يوم استخبى في قماشة، لكن والدة جينشو خطفت منها القماشة وخلت الروح الشريرة تهرب من غير ما تقصد. فخرجت دوانمو وتشان ورجعوا على تشيليو، وقالت تشان لدوانمو إنه عارف إنها بتعمل كده علشان تظلم جينشو لأنها متضايقة منها، ففهمته إن دي مش حقيقة ومش كل حاجة لازم يبقى ليها دليل مادي، والمفروض إنه يعتبر كلامها نفسه دليل. وسابته دوانمو ودخلت أوضتها. أما جينشو فكانت ماسكة ميدالية تشان، وفجأة ظهرت روح غريبة في المكان وخلتها تفقد وعيها. وكانت تشان لسه ماشي في شوارع المدينة مع الحراس، فسمعوا صوت حد بيستنجد إن في حريقة، فجرت تشان على المكان وطلع مصنع جينشو هو اللي بيتحرق. فدخل وسط الحريق أخدها خرجها، والحراس خرجوا والدتها. وتاني يوم من بدري كانت دوانمو قاعدة مع وانقو وبتسترجع معاه كل اللي حصل في مصنع جينشو، وقالت إنها لازم تقنع تشان إن جينشو في خطر. وكانت تشان أصلا قاعد مع والدته وبتقنعه إنه لازم يتقدم لجينشو علشان يتجوزها، لكن رفض وقال لها إنه مش فاضي للجواز خالص، وسابها وخرج. ولقى جينشو جاياله بتعيط من اللي حصل لها، وقبل ما يقول لها أي كلمة كانت دوانمو خرجت لهم من تحت الأرض. لكن تشان قال لها إنهم مش فاضيين لأي كلام، وأخد جينشو وراح يفتش المكان علشان يلاقي أي دليل يوصله للمجرم اللي حرق المكان. وراحت وراهم دوانمو، ومجرد ما لمست جينشو خرج منها الروح اللي كانت مسيطرة عليها. فقالت دوانمو لتشان إن أكيد روح يو هي اللي عملت كده. وبعد ما استردت وعيها وصلحت المصنع قالت إنها هتعيد افتتاح المكان، وعملت حفلة كبيرة الكل حضرها. ولسه بتفتح الستارة لقت والدها السيد لي موجود وفاقد وعيه، بس واقف وشكله غريب جدا، والكل صرخ من الخوف. وراحت شان هو ودوينمو أخدوها على سرير علشان يعالجوه وسابوه مع وانقو، وراحوا يستكشفوا المكان. فلاحظ وانقو إن في شعراية على السيد لي لنفس نوع شعر قابلة يو، فطلع يجري ولقى المبعوثة في المكان فلحقها قبل ما تمشي، وشافها ماسكة قلبها، وده معناه إن في حد مسيطر عليها. وهي قالت له إن الزعيم بيعمل كده مع كل المحبوسين في السجون ال9 وسابته وهربت. أما تشان فوصلوا البنت اسمها ناني، وكانت أرواح يو مسيطرة عليها، فقبضت شان عليها وعرفوا منها إن في حاجة غلط في المصنع. فراحت شان على هناك ولقى مكان النسيج شغال لوحده، وعرف ان الروح هي اللي بتعمل كده. ووقفت الروح قالت له وكانت هتقضي عليه خالص. ومن ناحية تانية كانت مبعوثة الزعيم بتحكي له ازاي عملت الحريق في مصنع جينشو، وانها بتبذل اقصى جهد عندها علشان تحقق المطلوب منها، وانها حتى خلت حد يخفي شان. ويا دوب مشيت وصل وانقو ووقف يتكلم مع الزعيم، لانه مشي ورا المبعوثة لحد ما عرف المكان. وسأل الزعيم ليه بيعمل كده وليه طاقة الشر كبيرة جواه. فقال له الزعيم ان بعد اللي حصل له ده بقى عايز ينتقم من البشر، ومش هيرتاح غير لما يقضي عليهم هم ودانمو. ولما وانقو ما لقاش فايده من الكلام معاه سابوه مشي. وكانت دوانمو مشغوله في انها تنقذ تشان اللي اختفى جوه توب قماش، وبعد ما استخدمت تعويذات سحريه كتير ظهر بس كان فاقد الوعي. فاخدوا اخوه وباقي الحراس ومشيوا ورا دوانمو اللي اخدتهم للغابه، وهناك لقت روح شريره طايره في المكان. وعرفت دوانمو ان دي روح والده ناني الحقيقيه، وانها بقت كده بعد ما السيد لي سابها واتجوز والدة جينشو، علشان كده كانت جاية تنتقم. بس أول ما ناني واجهتها في الغابة تراجعت واختفت للأبد، ورجعت شل وعيه من تاني. وقال له يعني إن دوانمو هي اللي أنقذته. وتاني يوم كان معجبين وواقفين عند باب القصر بالطوابير عايزين يدخلوا يطمنوا عليه، ومنعهم الحراس من الدخول بالعافية. ولما جت دوانمو تدخل منعوها البنات وبعدوها عن الباب، فاستخدمت تعويذة جمدتهم في مكانهم ودخلت وسطيهم من غير ما حد يضايقها. ولقت جينشي وهي كمان في القصر بتشكر تشان على اللي عملوا معاها، وكانت هتمشي فوقفها تشان وطلب منها تقعد تفطر معاهم الأول، وقعدوا كلهم فطروا مع بعض. وفكرت دوانمو في اللي حصل وكتاب الزواج اللي شافته بعينها، وراحت للمتحف وطلبت من الحكيم يطلع يكلمها. ولما استخبى منها طلعت على التمثال بتاعه ورسمت له حسنة كبيرة على خده، وفضلت تقرصه من ودانه وقالت له انها هتكسره خالص. فجري الحكيم على امير النجوم وهو متعصب وطلب منه يبعد بنته عنه. وفضلت دوانمو في المتحف تتكلم مع التماثيل، بس محدش منهم كان عايزها. فرجعت لبيتها وندهت على تاو وقالت لها انها مش فاهمة ليه بتتعامل مع شخص معين باهتمام، مش عايز حد غير هيقرب منه مع انهم مجرد اصدقاء بس. فقالت لها تاو على حاجات لو بتعملها هتبقى مش مجرد صديقة ليه لكن معجبة بيه، ونصحتها انها قبل اي حاجة لازم تتأكد من مشاعره هو الاول. وتاني يوم خرجت دوانمو وهي متضايقة لان تشان ما كلمهاش طول الليل ولا بعت لها رسالة واحدة. والحقيقة ان تشان كان في مصنع جينشو ولاحظ ان ظهر فيه شبكة عنكبوت، وبمجرد ما تشان قرب منه العنكبوت نزق خيوطه عليه وغطاه بالكامل وحتى دخل جوه عقله. واول ما جينشو وصلت المصنع شافت
شافته صرخت فتجمع الكل وراها على هناك، واستخدمت داونمو سحرها وأنقذته. وفاقت شان بعد فترة قصيرة في أوضته ولقى داونمو وجينشو جنبه، وكل ما يحتاج لحاجة تسبقها داونمو وتقدمها له. ولاحظ أمير النجم إن صندوق المشاعر في خطر فجري على الحكيم، بس الحكيم طلب منه يبعد عنه وكفاية قوي اللي بنته عملته فيه لحد دلوقتي. وكان وانقو هو كمان ملاحظ القرب اللي بين داونمو وتشان ومتضايق جدا، ووقف في اوضته سرحان. فراحت له تاو حاولت تلفت نظره ليها بانها موجوده ومعجبه بيه، بس هو ما كانش عارف يأمن لها خالص وطلب منها تبعد عنه. فسابته وخرجت لداونمو، لقيتها قاعده في الجنينه بتقطع في الورد ومش عارفه ازاي تتعامل مع تشان. فقالت لها تاو ان بدل ما هي محتاره كده يبقى الافضل انها يروحوا المكتبه هما الاتنين ويدوروا في كتب الحب، لان هي محتاجه تاخد خبره في الموضوع ده. وقاموا اتحركوا على طول وقروا كتب كتير، وبدأت داونمو تنفذ. فبعتت الفنجان صديقها لتشان علشان يقابلها. لما دخلت له كانت طريقتها متغيرة وفكرها تشان تعبانة أو عندها سخونية، فاتحرجت ومشيت ورجعت تاني لتاو وقررت طريقة جديدة، وهي إنها تعمل له كل حاجة يحتاجها. وراحت تاني يوم من بدري علشان تجرب حظها في الطريقة دي، وفضلت ملحقة في كل تحركاته. ولما حاولت تاو هي كمان تعمل زيها مع وانقو ما ادالهاش فرصة وفضل بعدها عنه. وحزنه على داونمو عماها عن ألم قلب تاو والعلامات اللي ظهرت على ايديها واللي ممكن كانت تخليه يتأكد من خيانتها ليهم وانها مبعوثة الزعيم. وبنرجع تاني لداونمو اللي قررت انها تخلي تشان محتاج لها على طول، فعملت حريقة في جنينة القصر، لكن لقت القصر كله خرج بالسلاح مستنيين يعرفوا مين الخاين اللي عمل كده. فجريت استخبت بسرعة، وبعد ما الكل مشي جت لها تاو اخدتها ومشيت، ودوروا في الكتاب اللي معاهم على طريقة جديدة وهي الهدايا. وأول ما النهار طلع لقت شان الهدايا كانت تماثيل وأواني قيمة جدا فهداها للقصر. وبعد شوية لقت داونمو أخوه يان جاي لها، وكانت فاكرة إن تشان بعته ليها علشان يبلغها شكر تشان أو يحدد ميعاد يتقابلوا فيه، لكنها لقيته بيقول لها إن القصر عامل حفلة لتشيهو علشان تشكرهم على الهدايا. ولما داونمو سمعت إن تشان اتبرع بالهدايا اللي هي بعتها له للقصر تعصبت جدا وزعلت. وانقو لما شافها زعلانة كده كان عايز يروح يتصرف مع تشان لأنه مش مستحمل زعلها، لكنها منعته من خوفها على تشان. فسابها وانقو وراح على أوضته والحزن مال عينيه. فلقى أمير النجوم جاله وقال له ان فشل في المهمه اللي اداها له، وزود وانقول وضع سوء وقال له ان داونمو اتبرعت بكل الكنوز اللي معاها لتشان، وانه كل يوم بتهتم بتشان اكتر من اليوم اللي قبله. وكانت داونمو فعلا مش شايفه غير انها ازاي تلفت نظر تشان ليها، وراحت اشترت اكسسوارات هي وتاو. فشافته هناك هو كمان بيشتري حاجات هو وجينشو، فتخفت منهم وراحت ورا جينشو المصنع بتاعها، وفضلت تحرك الحاجات الموجوده لحد ما وصلت تشان وعارف انها هي وسكتها. فرجعت على البيت وهي متضايقه قوي ومتغاظه، فطلعت الآلة الموسيقية بتاعتها وفضلت تعزف عليها بقوة لدرجة إن كل حاجة في المكان كانت بتهتز. وراحت شان وراها وسأل عليها الفنجان وطلب منه يستأذنها علشان تقابله، فدخلها الفنجان وخرج قال له إنها مش عايزة تقابله. وجاله الحراس طلبوا منه إنه يمشي معاهم بسرعة لأن في حالة طارئة والمدينة في خطر. وقبل ما تشان يمشي طلب من الفنجان إنه يبلغ داونمو بإنه محتاج لها. وأول ما حست داونمو بيه وهو ماشي استغربت إنه ماشي بسهولة، وطلبت من الفنجان إنه ما يقول لهاش أي حاجة تاني. وكانت شان وصل هو والحراس ولقى جري كتير بيقول إنه قطة هي اللي هجمت عليهم وعملت فيهم كده. وجاهد شان يبعت رسالة لداونمو علشان تساعده بس رفضت اتصاله، فبعت الحراس يدوروا على القطة لحد ما لقوها. وتاني يوم حست داونمو إنها خلاص مش قادرة تستحمل تجاهل تشان ليها، ولقت الفنجان بيقول لها إن خطوبته النهارده. فجرت على القصر زي المجنونة، لقت العروسة هي جينشو فسحبت العريس من إيده ومشيت بيه على إنه تشان، بس لقت تشان واقف في وشها وبيقول لها إن ده فرح أخوه، وأخدها واعترف لها بحبه قدام الكل. ولما وانقو عرف ما قدرش يستحمل ومشي وهو زعلان جدا. واخدت شان داونمو ومشي من الفرح وراحوا المكان بعيد عن الكل، واخد غصن شجره مليان ورد ولفوا على ايديهم هما الاتنين، وقال لها انهم خلاص بقوا مرتبطين ومفيش حاجه هتفرقهم ابدا. وفي اخر اليوم وصلها لحد بيتها واعلن قدام كل الكائنات السحريه ارتباطهم وانهم هيبقوا مع بعض للابد. ورجع بعدها للقصر ولقى ان وانقو جاله وطلب منه يبعد عن داونمو لان سعادتها مش معاه لانه مجرد بشر ضعيف، بس تشان رفض. وتاني يوم راحت شان اخد داونمو من ايديها ووداها لوالده ووالدته وقال لهم انهم قرروا يتجوزوا، وفرحوا جدا اهله بالخبر ده. وقعدت شان حلم بيوم زواجهم والاغاني اللي هيشغلوها وشكل الاحتفال هيكون ايه، وخرجت ماشيه مع داونمو. وطبعا تمشيه زي دي مش هتكون من غير ما يشتري لها عرايس اطفال. وبعدها اخدته ودخلوا جربوا لبس الفرح وبلوره الزينه، وكانوا سعداء جدا مع بعض وطول الوقت بيضحكوا وبيهزروا مع بعض. وفي مره شافهم وانقو وكان هيموت من حسرته فسابهم ورجع البيت وسال تاو مين الافضل هو ولا تشان وليه داونمو ما حبتوش. فقالت له تاو ان الحب حاجه في القلب ملهاش علاقه بمين الاحسن، لكن
لكن وانقو ما فهمش كده وقال لها انه حيدمره واستخدم قوته كلها وعمل رعد ومطر كبير على المدينة كانت هتغرقها. وحست شان ان في حاجة غلط، فجري على مكان بؤرة الرعد لقى وانقو هناك بيقول له انه حيغرق المدينة ويقضى عليها، فسحبته تو بعيد عنه بالعافية ورجع وانقو نام. ولما النهار طلع صحي على صوت الرياح وانتبه للي عمله وراح استخدم قوته ووقف كل ده. وجات له داون مساعدته، بس برضه العاصفة كانت لسه قوية جدا، فقررت داون انها تروح تطمن على تشان والمدينة، وراح معاها وانقو وتاو وبقى يساعد المصابين والمرضى. ووقف داون متسيطر على الرياح والاعاصير على بال ما الناس تعدي المكان امان، ووقف تشان معاها مرضيش يسيبها ابدا. بس الختم على صندوق مشاعرها خلاها تفقد وعيها، فاخدها تشان وجري بيها على وانقو اللي حاول انه يعالجها بس ما كانتش بتفوق. فقال له وانقو انه حذره من نتائج حبهم لبعض والنتيجة دلوقتي انه روحها ضعفت جدا. ووقف وانقو يترجى تشان انه يبعد عنها لو فعلا بيحبها وعايز ينقذها. فبصلها تشان بكل حسرة وألم ومشي ودموعه مليانيه، ومشي في الشارع وهو بيفتكر كل ذكرياته معاها، وبقى متخيلها كأنها قدامه بالظبط وما كانش قادر يستحمل فمشي. ولما داون فاقت وقامت دورت عليه، ولما ما لقيتوش اتصلت به بالريشة السحرية لكنه برضه ما ردش، وده لأنه كان في المكتبة بيدور على أي حل يجمعهم ببعض بس ملقاش. فرجع للبيت وعرف كل اللي حواليه انه لازم يبعد عن داونمو. ولما راحت له علشان تشوفه وتتكلم معاه ما حدش خلاها تشوفه، وبقى كل شوية حد يتحجج لها بأي حجة لحد ما الليل جه وبقت عايزة تنام برضه وما شافتوش. فوقفت يان وطلبت منه يبطل يتهرب منها ويقول لها هو فين، ونجح يان انه يمشيها اخيرا. وخرجت شان بص عليها وهي ماشية وقلبه عمال يتقطع، ودخل اوضته ومسك عروسة لعبة كانت مديها له وفضل يتخيل داونمو قدامه، وبرضه ما يقسش وحاول يدور على أي حل يقدر يجمعهم مع بعض. وكان الكل زعلان علشانه وعلى حزنه وخصوصا والده ووالدته. وجاله وانقو وقال له إنه لازم يبعدها عنه للأبد بإنه يعمل حاجة يكرهها فيه، وكل ما هينجح في ده هيكون بيحبها أكتر لأنه بيحافظ على حياتها. واتفق معاه على خطة، وكانت نية وانقو إنه يحل محل تشان في قلبها. فاقترح عليها تعمل أكل حلو وتروح بيه لتشان، وفعلا عملت كده بكل حب وراحت له. فطلعت شان قابلها بمنتهى البرود، وفي الآخر قال لها إنه مش بيحبها مش عايزها وطردها من البيت. فرجعت للبيت بتعيط، وبعدها قررت تختفي وتروح له البيت تشوفه بيقول عليها ايه. فلقيته قاعد حزين ماسك اللعبة بتاعتها، بس اول ما حس بوجودها امر من اللعبة قال انه مش عايز اي حاجة تفكروا بيها. فظهرت له نفسها وقالت له يطمن لانها هتختفي من حياته خالص، وسابته ومشيت. فاخد اللعبة من اخوه ورجع لاوضته تاني وهو حزين. وبعد ما هي كمان فضلت تعيط راحت لمتحف المحبة، والمرة دي خرج لها الحكيم واخدت منه خيط المحبة السحري وربطته في ايديها وطلبت منه يخليها تحب تاني. بس الخيط اتقطع وفضلت تحاول تاني، وكل مرة الخيط يتقطع وفهمت ان المشكلة فيها ومش هتقدر تعيش قصة حب ابدا. فخرجت من المتحف وهي عمالة تعيط لحد ما فقدت وعيها، وجرت شان علشان يلحقها. وكان وانقو سبق ورجعها لسريرها، وراحت شلها على البيت وفضل جنبها طول الليل ومشي قبل ما تفوق. وصحت ما لقيتهوش، فمسكت كل الهدايا بتاعته ورمتها في البحيرة، وبعدها ندمت وراحت تلحقها قبل ما تضيع، فما لقيتهاش. وجالها وانقو قعد جنبها يهديها، وكانت شان واقف بعيد وهو اللي طلع اللعب من البحيرة. والمفاجأة اللي محدش كان يتوقعها أبدا هو مبعوث الزعيم الجديد اللي كان مش من عشيرة يو لكنه كان أقرب واحد من دوانمو. والحلقة الجاية هنعرف من هو وسبب انضمامه لعشيرة يو.